هي حشرة باقي الفراش ليها مراحل. تعالوا النهارده نقسم إصابة حشرة باقي الفراش لثلاث مراحل. أول مرحلة العميل بيكون بيشتكي من قرص على الجسم، بس لما بيفتش السرير مش بيلاقي أي أثر لأي حاجة، ودي بتكون بداية الإصابة، والقرص بيكون مرة كل 10 ل 15 يوم. طيب المرحلة التانية ودي فيها بتبدأ أعداد الآفات تزيد شوية، فالعميل بيشوف الحشرة بس بأعداد قليلة جدا على فترات متباعدة، بس بيحس بالقرص كل يوم تقريبا، ولو فحص المكان عنده بيلاقي أثر واضح لحشرة باقي الفراش. المرحلة الثالثة وهنا بنقسمها لثلاث حالات. الأولى وهي إن العميل بيبدأ يرش مبيدات وبكثافة، فكثافة أعداد الحشرة بتبدأ تقل ومش بيشوف الحشرة كتير، بس بيحس بقرص وبشكل يومي، وما بيبقاش في أي نتيجة من أي مبيد بيرشه، ودي حالة مقاومة من المبيدات نتيجة التعامل الغلط. النوع التاني وهو العميل اللي عنده أعداد كبيرة وبؤر واضحة من الحشرة وآثارها موجودة على السرير وما استخدمش مبيدات قبل كده، بالتالي الأعداد عنده كتيرة زي ما احنا شايفين، ودي يعتبر أسهل المراحل الثلاثة. النوع الثالث وهو أعداد الحشرة عنده كبيرة والعميل بيحس بقرص بشكل يومي، بس الحشرة متوزعة على كل الغرفة، على الحيطة وأكباس الكهرباء، في السقف وعلى الملل وعلى السراير وعلى المخدات. ولأننا بنهتم بالتفاصيل فمعرفة انت في أنهي مرحلة بالظبط بتفرق معانا جدا، وبتساعدنا كمان في عملية المكافحة. كل معلومة وكل مبيد انت استخدمته بيفرق معانا جدا في عملية المكافحة، علشان خاطر المقاومة اللي بتحصل من الآفة واللي بنشوفها دلوقتي مع الحشرة دي. قول لنا انت وصلت لأنهي مرحلة عشان نقدر نساعدك.